السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ديكور جديد لرمضان هنستخدم فيه البولة البلاستيك دي والقطعة البلاستيك التانية دي، وهنعمل منها ديكور حلو قوي رمضان. وعايزين قطعة قماش خيامية، واللي مش موجود عنده قماش الخيامية وموجود الاستيكر استخدموا الاستيكر. اي حاجة تكون اسهل ليكم استخدموها. في البداية انتوا شايفين الجزء اللي جوه ده علشان هي مربعات وكده، انا عايزة تكون يعني القلب بتاعها صلب شوية، فقصيت قطعة كرتون وهلزقها في الجزء اللي في النص ده. بثبتها طبعا كويس. بعد ما ثبتت معايا وبقت بالشكل ده، هجيب كده القماش اللي عندي واحاول اظبط الشكل. عايزه الشكل يكون اللي في الوسط ده، الدايره اللي في قماش الخياميه دي تكون هي في النص. فبعد ما ظبطتها هبدا كده اضيف الشمع واغلف البوله كلها او العلبه البلاستيك، انا مش فاكره اسمها بصراحه. بثبتها كويس وببدا ألزق كمان الجوانب بتاعتها وهي مشدودة كويس علشان يطلع معايا الشكل في الاخر مظبوط وشكله منظم وحلو. ببدأ كده وبعمل تنايات فيها علشان الشكل زي ما قلت لكم يطلع كويس معايا. اتمنى اللي معايا في الفيديو لحد الجزء ده يضغط لايك، واللي اول مره يشوف قناتي يضغط سبسكرايب اشتراك ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل علشان يوصله كل جديد بقدمه. ومتنسوش تقولوا لي رأيكم لما تكملوا معايا الفيديو وتشوفوا الديكور بتاعنا النهاردة. اهو بعمل تنايات كده وبكون شادة القماش، وخدوا بالكم من ايديكم علشان لسعة الشمع تبقى غلسة شوية. اهو بعد انا ما لزقت كل الجوانب جبت نفس الشكل بتاع الدايرة دي وقصتها ولزقتها كده في القاعدة بتاعة العلبة عندي علشان يبقى الشكل كله زي بعضه، الظهر والوش زي بعض. وببدأ اسويها بس اهي بالشكل ده. بقى شكلها حلو قوي، شايفين شكلها حلو جدا. انا عندي بقى البولة الصفرة دي مش هغير لونها لان اللون ماشي جدا معاها وماشي مع الصورة اللي انا هستخدمها دلوقتي. عندي بقى انا الصورة اللي فيها بوجي وطمطم دي، هي كانت ورقة انا لزقت في ظهرها كرتونة كده خفيفة كانت عندي علشان تبقى ماسكة نفسها، لان الورقة كانت ضعيفة ومش هتنفع لوحدها في الفكرة بتاعتي. هبدأ بقى افرغ الصور كده بس مش هفصلهم عن بعض، هفرغهم لحد نص الصورة كده اهي زي ما انتوا شايفين، واسيب الجزء اللي تحت ده علشان الصورة تبقى جامدة معايا عشان انا هلزقها عليها. بس دلوقتي هلزق الاول البولة اللي عندي، وزي ما قلت لكم هسيب لونها لان لونها ماشي جدا معاها وماشي مع التزيين اللي انا هستخدمه. بضيف كده الشمع وبلزقها وبثبت ايدي شويه لحد ما تمسك كويس معايا. كده خلاص مسكت كويس. هبدأ بقى مرحله التزيين. هضيف بقى شريط التزيين ده، انتوا ممكن تستخدموا اي تزيين رمضاني عندكم، والتزيينات دي كلها سعرها رخيص مش غالية ابدا. اهي وهلزق كمان على البولة علشان برضو نغير في شكلها، انما لونها بصراحة ما كانش لازم ان انا اغيره. يعني احنا عايزين نسهل على نفسنا على قد ما نقدر وفي نفس الوقت الديكور يكون شكله حلو. اهو زي ما انتوا شايفين لزقتها وبقت عندي كده. تقدروا تسيبوها على كده هتكون حلوة جدا، ونقدر نحط فيها التمر واي حلويات رمضانية. انما انا حابة ان انا اعملها زي الجاهزة اللي هي بيبقى عليها فنانيس وعليها الشخصيات الرمضانية. جبت كده الصورة اللي عندي وضفت ليها شمع وببدأ اثبتها كويس جدا
وبفضل ماسكاها كويس جدا لحد ما تمسك كويس معايا، وبضيف شمع زي ما انتم شايفين علشان اثبتها اكتر واكتر. الديكور صدقوني بسيط قوي قوي، بس هي جدا في بيتنا ومش هنكلف حاجه. شايفين بقى هو حلو ازاي، والفوجي وطمطم حلوين وعملناهم من حاجات اصلا كلها في بيتنا. والصورة دي اصلا لو طبعتوها بره هتكلفكم 2 جنيه بالكتير، فمش مكلف ابدا. اتمنى لو الديكور بتاعي النهارده عجبكم تضغطوا لايك، ولا اول مره يشوف قناتي يضغط سبسكرايب اشتراك ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل علشان يوصله كل جديد بقدمه في القناه. وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الديكور بتاعنا النهارده الامور قوي ده. ولسه ديكورات كتير لرمضان الايام اللي جايه. بحبكم قوي قوي قوي، توحشوني للفيديو الجاي. باي باي.